السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مريم، مريضة زيبة وفشل كلوي. بعمل فيديوهات عن توعية عن الفشل الكلوي وغسيل الكلى والذئبة. النهاردة هنتكلم في حاجة انا مكنتش عارفاها وعرفتها من فترة، وحبيت اعرف ناس اللي بتغسل الكلى زيي حاجة تخلي بالها منها. المكنة بيبقى فيها جيركن كده كبير. لازم الجيركن ده يبقى مقفول طول الجلسة، وتيجي لما تبدأي الجلسة تشوفي ان هي الجيركن ده مقفول، الغطا بتاعه مقفول، لان الجيركن لما بيكون مفتوح ما ينفعش يتفتح، لان يعتبر ان الجيركن ده زي ايه، مثلا المسحوق اللي احنا بنغسل بيه، يعني ده زي البريل كده اللي انتي بتغسلي بيه. فما لازم يفضل مقفول، محتفظ عليه، ما يدخلوش اي تراب اي حاجة. الجيركن نفسه من بره يكون نظيف، لان دي المادة اللي بتدخل المكنة بتغسل لنا بيها الجسم. دي معلومة انا مكنتش اعرفها، حبيت اعرفكم عليها. ان احنا نخلي بالنا جدا جدا من الحوار ده. وانا يعني انا لازم اشوف الجيركن بتاعي لو مفتوح لا ما بغسلش بيه، ببقى عايزه الجيركن تاني. انا ما اضمنش طول الفتره دي اللي حصل في الجيركن. دي حاجه. تاني حاجه، انا قعدت فتره كبيره كان بيجيلي صداع في اثناء الجلسه، من اول مثلا الحته دي كده لورا ما كنتش بستحمل، وبالذات بعد الجلسة وفي آخر ساعة من الجلسة سألت دكتورة المناعة بتاعتي، قالت ده بيبقى من الضغط. نخلي بالنا برضو من الضغط أثناء الجلسة، كل ساعة نقيس الضغط في الجلسة. غير كده احنا كمان يعني نقلل الملح على الجلسة. ده فادني كتير برضو، الصداع ما بقاش يجيلي. فانتي لما بتقللي الملح متهيألي 136 بيفرق معاكي برضو على حسب الضغط عندك وحسب حالتك. فانتي لو ما يعني انتي لما بتحسي الضعف على الجلسة، وجع دماغ كده من ورا، قيسي الضغط وشوفي ضغطك ايه. لو لقيتي الضغط عالي او ضغط واطي، خليهم يظبطوا الملح على المكنة. هتلاقي الدنيا بدأت تظبط معاكي كتير جدا جدا جدا. حبيت بس افيدكم في الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جاي وفوائد وايه معلومات اكتر. باي.